السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وطلبة طالبات الصف الثاني الثانوي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير سواء كنت علمي أو أدبي. النهاردة الدرس اللي معانا علمي وأدبي بيخص حاجة اسمها تحديد نوع الدالة من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك. طيب الدرس كله بسيط إن شاء الله، المهم من حضرتك بس تركز معايا، هنحل لك مسائل كتير جدا. بس قبل ما نروح للدرس لازم حضرتك في درس الدالة الزوجية والفردية لازم تبقى عارف حاجة واحدة بس، إيه هي؟ إن عشان تبقى دالة زوجية لازم الأس اللي بيبقى فوق الأس في المسألة يبقى عدد زوجي. وقانون الدالة الزوجية دالة الرقم بتساوي دالة سالب الرقم. يعني لو جيت قلت لك مثلا دالة الاتنين هتبقى هي دالة سالب اتنين، ده في الدالة الزوجية. طيب في الدالة الفردية، الدالة الفردية بعرف منين إنها فردية؟ لما يكون الأس عدد فردي. طب إيه القانون بتاعها؟ دالة الرقم بتساوي سالب دالة سالب الرقم، يعني دالة الاتنين بتساوي سالب دالة سالب اتنين. طيب في حاجة كمان، دي بالنسبة للدوال العادية اللي هو الدوال كسرات الحدود. طيب إيه تاني؟ طبعا هوريك الكلام ده بالمسائل دلوقتي، بس لازم هديك الملخص ده في الأول. طيب في ايه تاني؟ الدوال المثلثية اللي هي عندك جا وجتا وظا وظتا وقا وقتا، كل الدوال المثلثية جميع الدوال المثلثية، جميع الدوال المثلثية فردية ما عدا جتا وقا. جتا وقا بس اللي زوجية. يبقى كل الدوال المثلثية يعني ظا وظتا وقتا وجا كل دول فرديين ما عدا جتا وقا زوجية. طيب في ايه تاني يا مستر؟ ده بالنسبة للقواعد اللي احنا هنمشي عليها طول الحصة. طيب في ايه تاني لازم تبقى انت حضرتك عارفه؟ لازم تبقى عارف القوانين بتاعة الزوجي والفردي، اللي هي لو جيت قلت لك زوجي في زوجي، لو جيت قلت لك فردي في فردي، ولو جيت قلت لك فردي في زوجي، ولو جيت قلت لك زوجي في فردي، ده هيدينا ايه؟ تعال نشوف. طبعا دول كده مع بعض يدوك زوجي، يعني زوجي في زوجي في زوجي، فردي في فردي بزوجي. طيب دول كده مع بعض، قال لي دول مع بعض كده يديني فردي. تمام. طيب ده بالنسبة للضرب. طيب ده طبعا ده ينطبق على الضرب والقسمة، ده ينطبق على الضرب والايه؟ والقسمة. طيب في برضو عندك عمليات تانية، الجمع والطرح. فلو عندك فردي زائد فردي يديك فردي. طب لو طبعا زائد او ناقص زوجي زائد او ناقص زوجي هيديك زوجي. طب لو واحدة وواحدة يبقى ليست وليست، فردية زائد او ناقص زوجية او العكس، او العكس هتبقى الإجابة ليست وليست. يعني ايه ليست وليست؟ يعني ليست فردية وليست زوجية. ده كده يا صديقي ملخص للدرس، حضرتك يبقى قدامك بقى وانا بحل. خلاص ده كده ملخص الدرس. تعالى بقى نبدأ بس عليك. إذا كانت دالة مجالها ح، ماشي المجال ح هتفرق، حتة المجال ده هتفرق، فركز وهقول لك ليه شوية كده. حيث أن دالة س بتساوي دالة سالب س، دالة س بتساوي دالة سالب س، يبقى دي دالة إيه؟ يبقى دي دالة زوجية. بس هي دي الإجابة؟ والله بس هي دي الإجابة. تعالى على السؤال اللي بعده. إذا كانت دال مجالها ح، مجالها ح يعني كل الأرقام موجودة على الشبكة التربيعية. حيث أن دالة س بتساوي سالب دالة سالب س، يبقى دي إجابتها فردية. بس كده. تعالى للي بعده. إذا كانت الدال دالة مجالها ح، حيث أن هو قال لك مجالها ح، بص بيقول لك إيه؟ دالة التلاتة بخمسة ودالة السالب تلاتة بخمسة، مش كده دالة الرقم بتساوي دالة السالب بتاعه؟ ده بيحصل إمتى؟ في قوانين إيه؟ في قوانين الدالة الزوجية. بس طالما الرقم ده هو الرقم ده يبقى دي دالة زوجية. بس خلاص. السؤال اللي بعده. إذا كانت الدال دالة مجالها ح، حيث كانت دالة التلاتة بخمسة ودالة السالب تلاتة برضه بخمسة، يبقى دي دالة إيه؟ زوجية. طالما الاتنين نفس الرقم يبقى دالة
زوجية. نفس الرقم بعد بيساوي. ها طب بص على اللي بعده. إذا كانت الدالة د فردية، الدالة فردية، فده زائد ده بيساوي كام؟ قلت له استنى، الفردية دي ليها قانون لسه قايل لك عليها. دالة السين بتساوي سالب دالة سالب س. عوض بقى. عوض ازاي يعني يا مستر؟ شيل دي، حط مكانها اللي انا كاتبه ده، سالب دالة سالب س زائد دالة سالب س. اعتبر دي حاجه مالهاش دعوه بالسالب اللي جوه القوس ده، مالهاش دعوه بالسالب اللي جوه القوس. مش دي سالب واحد اكنها سالب واحد، دي موجب واحد. سالب واحد وموجب واحد يدوك صفر. بس كده. طب تعالى للي بعده. إذا كانت الدالة د دالة زوجية، هو بيقول لك أهو زوجية، ودالة الواحد بتلاتة، ما احنا قلنا الزوجية بيبقى دالة الرقم بتساوي دالة سالب الرقم، فدالة الواحد بتلاتة يبقى دالة السالب واحد برضه بتلاتة. ما هي نفس الإجابة. ده السؤال اللي بعده. إذا كانت دالة س دالة فردية مجالها ح، ماشي فردية، وكانت دالة الواحد بتلاتة يبقى دالة السالب واحد، مش هو قال لك فردية؟ يبقى دالة الرقم بتساوي سالب دالة سالب الرقم. هنا الرقم تلاتة يبقى الرقم لا يبقى سالب تلاتة. طالما فردية حط سالب للناتج، غير الإشارة يعني. ماشي. السؤال اللي بعده. إذا كانت الدالة س دالة زوجية مجالها ح، ماشي زوجية يبقى معنى كده إن أنت هتستنتج إن دالة الاتنين بتساوي دالة سالب اتنين. دالة الاتنين عندك بكام؟ أهي بتلاتة كاف. ودالة السالب اتنين ب12. مش دي معادلة؟ أيوة يا مستر معادلة. هقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة فتطلع كاف بتساوي 4. خلاص احنا كده جبنا الكاف. تمام. يلا على السؤال اللي بعده. إذا كانت دالة س دالة فردية، دالة فردية، دالة فردية. قلت له طيب الدالة الفردية دالة الرقم بتساوي سالب دالة سالب الرقم. أيوة يعني إيه؟ تعالى نعوض كده. دالة الاتنين هتبقى بسبعة كاف. حط السالب، دالة السالب اتنين هتبقى بسالب 14. ليه؟ عشان فردية. طيب مش دي معادلة؟ أيوة معادلة. اقسم هنا على السبعة واقسم هنا على السبعة. سالب 14 على السبعة يدينا سالب 2. يبقى الكاف بسالب 2. بس خش على السؤال اللي بعديه. إذا كانت دالة س دالة زوجية ومجالها بينتمي للفترة دي، أي فترة دالة أي فترة بيكون هنا الرقم ده مثلا هنا سالب 3 وهنا موجب 3، أو هنا سالب 2 وهنا موجب 2، هنا سالب 5 يبقى هنا موجب 5. أيوة يعني عايز تقول لي إيه؟ عايز أقول لك حاجة بسيطة جدا، إن هنا الرقم ده بيبقى سالب والرقم ده بيبقى موجب، بيبقى هو بس بالموجب، فالرقم ده بيساوي سالب الرقم ده. ماشي. فأنا معنى كده أعمل إيه؟ إن أنا أروح أشيل الب دي وأحط مكانها سالب ألف، يبقى ألف زائد هشيل الب وأحط مكانها سالب ألف. أي عدد بالموجب زي أي عدد بالسالب يديك صفر. بس ده معنى السؤال. ماشي يا مستر؟ يلا السؤال اللي بعديه. إذا كانت الدالة د دالة زوجية. قلت له طيب مش ده الرقم؟ يبقى دالة التلاتة أو دالة السالب 3 بتساوي دالة التلاتة. دالة الرقم ده بيساوي دالة الرقم ده عشان هي زوجية. عارف لو فردية كنت هحط هنا سالب. طيب دالة السالب 3 اللي هو الرقم ده أهو، يبقى 2 كاف زائد 1 بتساوي دالة التلاتة اللي هي ب5. حل بقى المعادلة، أودي الواحد بعكس الإشارة. 2 كاف بتساوي 5 ناقص 1، 2 كاف بتساوي 4، هقسم على الاتنين يبقى الكاف ب2. بس يبقى الإجابة 2. بس خلاص. يلا بينا على السؤال اللي بعده. إذا كانت الدالة د زوجية ماشي، يبقى دالة الخمسة هي نفسها دالة السالب 5. خلاص ما هي نفسها دي هي دي. إيه اللي اتبقى قدامك؟ قال اللي اتبقى 7 زائد 3 على 2، يعني 10 على 2 فيها ال5، يبقى الإجابة 5. بس كده. ماشي بالسهولة دي؟ والله بالسهولة دي. إذا كانت الدالة د دالة فردية، قانون الفردية دالة السين بتساوي سالب دالة سالب س. فأنت بقى هتروح هنا أغير إيه؟ أغير دالة س. شيل كل دالة س وحط مكانها سالب دالة سالب س. يعني إيه؟ يعني دي مش دي دالة س؟ خليها سالب دالة سالب س، يعني خليها كده سالب 2. غير الإشارة بتاعة دالة س، غير إشارة الرقم اللي جنب دالة س. دالة س أهي، الرقم اللي جنبها موجب تخليه سالب،
طب دي دالة س؟ لا دي دالة سالب س، سيبها زي ما هي. دي دالة س؟ دالة س، هتشيلها وتخلي الرقم اللي جنبها بالسالب. بس تعالى نحسبها بقى. سالب 2 زائد 8 هيديك 6 على سالب 3، تبقى الإجابة في الآخر سالب 2. يبقى الإجابة سالب 2. يلا على اللي بعده. بس هي دي لعبة درس والله، خلي بالك. إذا كان دالة س دالة زوجية، الدالة الزوجية بتكون متماثلة حول محور الصادات. يبقى الدالة الزوجية بتكون متماثلة حول محور الصادات، والفردية أهي هتلاقيها جاية أهي. والدالة الفردية تكون متماثلة حول نقطة الأصل. نقطة الأصل. يبقى تاني، الدالة الزوجية متماثلة حول محور الصادات، والدالة الفردية متماثلة حول نقطة الأصل. الحاجات دي أنت سيادتك بتحفظها زي اسمك. إذا كانت الدالة س دالة فردية، يا جماعة دالة فردية قلنا وبنكرر تاني، دالة الاتنين بتساوي سالب دالة سالب 2. طيب هيحصل إيه دلوقتي؟ شيل حضرتك دالة الاتنين، حط مكانها سالب دالة سالب 2 زائد دالة سالب 2. هنا ادي سالب 1 ودي موجب 1، مالكش دعوه بدول، اكنك مش شايفه. فاكن هنا اتبقى سالب 1 زائد 1، سالب 1 زائد 1 يديك كام؟ 0. بس كده. السؤال اللي بعده، إذا كانت دالة س دالة زوجية وفردية في نفس الوقت. زوجية وفردية في نفس الوقت، فإن دالة س هتساوي كام؟ إذا كانت دالة س دالة زوجية وفردية في نفس الوقت، زوجية وفردية، زوجية وفردية، فدالة س هتساوي كام؟ هي بص زوجية يعني، لو هي زوجية هتبقى دالة س بتساوي دالة سالب س. طيب وفردية في نفس الوقت، يبقى دالة س بتساوي سالب دالة سالب س. بس هي دي الإجابة. دي كده عشان زوجية وفردية في نفس الوقت، زوجية وفردية في نفس الوقت. تمام؟ اللي بعديه بتكتب القانون يعني. إذا كانت دالة س دالة فردية، دالة فردية، ركز، فردية، يبقى دالة الرقم اللي هنا بيساوي دالة سالب الرقم اللي هنا، يعني دالة السالب 3 بتساوي سالب دالة ال3. دالة السالب 3 اللي هي ب2 ك زائد 1 بتساوي سالب دالة ال3 اللي هي سالب 5. حل بقى المعادلة، أودي دي بعكس الإشارة، يبقى 2 ك بتساوي سالب 5 ناقص 1، يبقى 2 ك بتساوي سالب 6. هقسم هنا على الاتنين للطرفين، تطلع ك بتساوي سالب 3. بس خلاص، يبقى الإجابة سالب 3. جميل. يلا بينا على السؤال اللي بعديه. إذا كانت دالة س دالة فردية، دالة فردية، يعني إيه فردية؟ قلت لك بتروح تبدل دالة س وتخلي اللي جنبها سالب أهي، فدي هتبقى سالب 2 زائد 8 والله لسه حللها على السالب 3، فهتطلع فوق هنا ب6 على سالب 3 هيديك سالب 2. بس كده. يلا بينا على السؤال اللي بعده. إذا كانت دالة س دالة فردية، يعني إيه دالة فردية؟ قلت لك بتروح تبدل الرقم، روح بدل الرقم، دي أولا دي 5، هتروح تبدل الرقم، بدل الرقم، الدالة الفردية، يبقى دالة السين بتساوي سالب دالة سالب س اهي، دي 5 دي 5. طيب فانت بتروح تشيل اي حاجة فيها دالة اهي، يبقى دالة ال5 بتساوي سالب دالة سالب 5. طب هل دي دالة 5؟ لا دي سالب 5، تنزل زي ما هي 7. غير بقى عشان مش دي دالة 5، دي دالة ال5، حط لها سالب 3 على 2، فتبقى 4 على 2 فيها 2. بس خلاص. يلا المسألة اللي بعديها. بيقول لك الدالة د زوجية ولا فردية؟ اتفقنا على اتفاق. الدالة بتكون زوجية إذا كان الأس بتاعها عدد زوجي، وفردية لو الأس بتاعها فردي. طب أي رقم كده مش عنده أي حاجة خالص، دي 3 مش جنبها ولا س ولا أي حاجة، أي ثابت زوجي، أي رقم مش جنبه س يبقى الدالة زوجية على طول، أي رقم مش جنبه حرف يبقى دالة زوجية. طب دي بص على الأس، ده أس 1 والواحد فردي يبقى الدالة فردية. بس كده؟ والله بس كده. اللي بعديه ده أس كام؟ ده أس 2 يبقى زوجية. طب اللي بعديه ده أس كام؟ أس 3 يبقى فردية. بس خلاص. اللي بعديه مقياس السين، المقياس دايما زوجي،
المقياس دايما دالة زوجية. المقياس دايما دالة زوجية. كلمة مقياس دي يعني ايه؟ اللي هي قيمة مطلقة يعني. طب نيجي للدوال المثلثية. احنا قلنا كله فردي في الجا كله فردي. الدوال المثلثية جميعها فردية ما عدا جتا وقا زوجية. دي ايه؟ الجا فردية بس على طول. الجا فردية. الجتا زوجية والله. اللي بعديه الظا فردية. اللي بعديها جا 3 س وانا مالي بالتلاتة س دي اسمها ايه؟ الجا مالها؟ الجا فردية. والدالة الفردية متماثلة حول نقطة الأصل. الدالة الفردية بتكون متماثلة حول نقطة الأصل وهوريها لك في آخر الحصة بياني دلوقتي. طب ايه ده بقى يا مستر؟ بص يا معلم، اللي جوه ده فردي بس اتحط جوه المقياس يقلب زوجي. اللي جوه عشان أس فردي يبقى هو فردي بس دخل جوه المقياس يتقلب زوجي. والدالة الزوجية متماثلة حول محور الصادات. بس كده. السؤال اللي بعده الجا أس 2 س. هي الجا من طبيعتها فردية بس اترفعت لأس 2 فتتقلب زوجية. يبقى الإجابة زوجية بس خلاص. يلا اللي بعده. ركز عشان في خدعة اهي. بص بص بص، مالكش دعوة بالسين، يعني دعوة بالجا نفسها. الجا نفسها عليها حاجة؟ لا. يبقى دي كده فردية على طول بطبيعتها على طول، لأن الجا طبيعتها إنها فردية. طيب هنا الجا فردية مرفوعة لأس 3 وأس 3 فردي يبقى الدالة فردية. عارف لو دي كانت أس 2 فهتبقى زوجية والله. تمام. تعالى اللي بعديها. الجا بطبيعتها فردية والأس اللي عليها فردي بتفضل فردية. السؤال اللي بعده بيقول لك الدالة س تربيع. استنى بقى هنا وركز معايا بالله عليك، ركز قوي بقى. انت عارف ان دي زوجية، انت عارف عشان الأس زوجي. بص على الفترة، في حاجة متشالة من الفترة. يعني ايه متشالة من الفترة؟ يعني القوس بتاعها مفتوح. لو القوس ده واحدة مغلقة واحدة مفتوحة يبقى الإجابة على طول وانت مغمض ليست وليست. لو كده برضو اهي، لو واحدة مفتوحة واحدة مغلقة فتبقى الإجابة ليست وليست. يجي يقول لك مثلا ح مع عدا الواحد، ح مع عدا الخمسة، ح مع عدا الصفر، كل ده كده ليست وليست. ليه؟ عشان في عدد متشال من الفترة، في عدد متشال من المسألة، فما ينفعش. طب يا مستر لو كانوا الاتنين مفتوحين، لا دي كده متماثلة عادي. شوف بقى الدالة فردية ولا زوجية عادي. يبقى لو القوسين شبه بعض شوف على طول فردي ولا زوجي. لكن لو واحدة وواحدة أو بالمنظر ده يبقى تكتب ليست وليست على طول. تمام. تعالى بقى للسؤال. القوسين زي بعض شوف المسألة زوجي يبقى زوجية عادي بس خلاص. طب اللي بعديها كنت لسه بقول لك اهو. مالكش دعوه بقى بدي بقى خلاص، دي خلاص اتلغت حياتها خلاص. طالما في قوس واحد مغلق واحد مفتوح يبقى الاجابه ليست وليست على طول وانت مغمض، ليست وليست. طب السؤال اللي بعده ح ما عدا الصفر ليست وليست، لسه قايل لك. بص على المساله كويس. ح ما عدا الواحد ليست وليست. ح ستار. ح ستار دي عارف معناها ايه؟ ح ستار دي معناها ح مع عدا الصفر، يعني كل الارقام تنفع ما عدا الصفر. خلاص برضو ما هي دي من ضمن الحاجات اللي لسه قايل لك عليها، يبقى ليست وليست. تعال بص على اللي بعديها. اذا كانت داله س بتساوي س تكعيب. احنا قلنا يعني ايه س تكعيب؟ مفيش اي فترات خلاص، يبقى انت هتتعامل مع الداله بطبيعتها، اس فردي يبقى فرديه. فهو عايز مقياس الجمع بتاعها. قلت له استنى انا حافظ قانون بيقول داله س بيساوي داله سالب س. داله س في الفرديه داله السين بتساوي سالب داله سالب س. طب يا مستر عشان هي فرديه فهتعمل ايه؟ قال لي هعوض هنا، ادي المقياس، هشيل داله س دي واحط مكانها سالب داله سالب س زائد داله سالب س. فقلت لك بقى اكن دول مش موجودين، اكن في الارقام بقى اللي موجوده. ايه الارقام اللي موجوده؟ سالب واحد زائد واحد، هنا في واحد، فيطلع لك القيمه المقياس صفر ومقياس الصفر صفر، يبقى قيمه المقدار ده هيطلع بصفر. بس كده
تمام، والله هو قانون بعوض بيه، اقسم بالله قانون بعوض بيه. يقول لك هنا عند جمع او طرح او ضرب او اسم الدالتين زوجيتين، هيطلع الاجابه ايه؟ لما تجمع، يعني لما بيقول لك لما تجمع زوجي زائد زوجي، ولما تطرح زوجي من زوجي، ولما تضرب زوجي في زوجي، ولما تقسم زوجي على زوجي. انا لسه قايل لك كل دول بيديك داله زوجيه، بس خلاص يبقى الاجابه زوجيه. انا قلت لك الكلام ده في بدايه الحصه لما اديتك الملخص بتاع الدرس قبل ما نحل. طب السؤال اللي بعديه هنا بقى امشيها واحده واحده. يعني ايه واحده واحده؟ حل دي لوحدها ودي لوحدها وانت حافظ قاعده الجمع. السين تربيع، مش ده اس زوجي يبقى زوجيه، والجتا زوجيه، زوجيه زائد زوجيه يدي زوجيه، يبقى الإجابة زوجية. بس خلاص، بس كده منتهى البساطة والله، بس هو ده الحل. تعالى اللي بعديه. س أس 2 زوجية زائد أي رقم قاعد لوحده زوجية يساوي زوجية، يبقى الإجابة زوجية بس. طب السؤال اللي بعده الجذر بص على اللي تحتيه، بص على اللي تحتيه. اللي تحتيه ده أس إيه؟ أس زوجية، يبقى هتفضل المسألة والله زوجية، هتفضل زوجية. يعني أنت هتعملها بص، دي هتبقى زوجية سيبك من الجذر زائد زوجية هيديك زوجية، يبقى الإجابة زوجية بس، ولا كأنك شايف الجذر. طب السؤال اللي بعده حلها واحدة واحدة، يلا واحدة واحدة. اللي فوق دي هتعمل فيها ايه؟ دي كأنها زوجية اهي، أس زوجي وأي رقم قاعد لوحده زوجية. اللي فوق زوجية واللي تحت زوجية، زوجي على زوجي يدي زوجي، زوجي على زوجي يدي زوجي، زوجي ناقص زوجي يدي زوجي، يبقى الإجابة زوجية بس خلاص. السؤال اللي بعده نفس الفكرة. دي س أس 2 الأس ايه؟ زوجي. القاء من حبيبتها جاتها يبقى زوجية، زوجي في زوجي يدي زوجي والله بس خلاص. انت حافظ القواعد هتحلها. تعال نحلها مجرد النظر بقى. دي ايه؟ قال دي زوجية والجا تربيع. هي الجا فردية بس تحط لها تربيع، الجا هي اللي حاطط لها تربيع، خلي بالك مش السين، لازم تبقى قصة على الجا تبقى زوجية برضه، وزوجية زائد زوجية والله يدي زوجية. السؤال اللي بعده يقول لك عند ضرب أو قسمة دالتين فرديتين، لما بتضرب أو بتقسم دالتين فرديتين فردي في فردي يدي إيه؟ زوجي بس، يبقى الإجابة زوجية. السؤال اللي بعده ده أس فردي يبقى الإجابة فردية، في الجا فردية، فردية في فردية يدي زوجية بس كده. السؤال اللي بعديه الظا فردية، في الجا فردية، فردية في فردية يدي زوجية. السؤال اللي بعديه عند جمع أو طرح دالتين فرديتين يدي فردية، فردي ناقص فردي أو فردي زائد فردي يدي فردي. يا رب تكون قاعد مركز معايا وبتحل قبلية، كشكولك قدامك وبتحل معايا. ويا ريت ما تعملش الفيديو على اكس 2 عشان تفهم الدرس. الناس اللي بتعمل الفيديو على اكس 2 الاول تقعد تتكلم كده وخلاص، ركز. س أس 3 فردية، الجا فردية، فردية زائد فردية يدي زوجية. لا عفوا معلش، الفردي زائد الفردي يدي فردي، آسف معلش، الفردي زائد الفردي يدي فردي. السؤال اللي بعده مالكش دعوة بالتلاتة دي. الأس ده فردي يبقى فردية، والظا فردية، فردية زائد فردية يدي فردية. يلا السؤال اللي بعده دي س أس 5، س أس 5 فردية، ظا أس 7، هي الظا أصلا فردية والسبعة كمان فردية فهتفضل فردية، فردية زائد فردية يدي فردية. السؤال اللي بعده عند ضرب أو قسمة دالة فردية مع دالة زوجية، بيقول لك لما تيجي تضرب فردية في زوجية، قال لي والله بيدي فردية. طب لو قسمتها هيدي فردية برضه، فردي في زوجي أو على بيدي فردي. اعمل نفس اللعبة. دي ايه؟ دي زوجية
في جا ايه؟ جا فردية. زوجية في فردية يدي ايه؟ قال لي يدي فردية. بس يلا السؤال اللي بعده. شفت كله زي بعضه ازاي؟ ها، الجا 3 س، الجا فردية والجتا زوجية. فردية في زوجية يدي فردية. بس خلاص يلا السؤال اللي بعديه. ها، امشيها بقى دي واحدة واحدة بقى. يلا ها، قول يلا بقى. الجا جدع فردية. في ها الجتا، فالجتا زوجية يا مستر. والقا، ما القا صاحبة الجتا زوجية. فردية في زوجية يدينا فردية على زوجية. فردية على زوجية يدي فردية. يبقى الإجابة فردية. بس والله هي لعبة، والله لو فهمتها الموضوع خلص معاك. ايه بقى كل يا عم ولا يهزك كل ده عادي. حل ده لوحده وده لوحده تضربهم في بعض. الجتا زوجية زائد الجا فردية ناقص أي رقم. أي رقم يديك إيه؟ أي رقم يديني زوجية. ده كده اللي جوه القوس. تعالى اللي جوه القوس التاني. الجتا اللي زوجية. الجتا زوجية والجا فردية والواحد زوجي. الواحد ده طالما أي رقم مش جنبه رمز يبقى زوجي على طول. تعالى بقى نمشي واحدة واحدة. انت عندك احنا قلنا زوجي زائد فردي ليست وليست ناقص زوجية، وهنا برضه هيدي ليست وليست زائد زوجية. فليست وليست زائد زوجية يدي ليست وليست، وهنا ليست وليست يبقى الإجابة ليست وليست. بس ليست وليست. السؤال اللي بعده. ها امشي برضه واحدة واحدة. دي زوجية في الجا فردية على زوجية. الواحد برضو دالة زوجية عشان رقم قاعد لوحده. ها، زوجي في فردي يدي فردي. زوجي زائد زوجي يدي زوجي. فردي على زوجي يدي فردي. الإجابة فردية. بس اللي بعده نفس الحوار بقى. دي زوجية ودي زوجية. اللي تحت فردية ناقص فردية عشان دي أسين أس واحد. دي هتدي زوجية دي هتدي فردية. زوجية على فردية يدي فردية. اللي بعده. ها، 2 مقياس س. استناني بقى، مالكش دعوة بالاتنين دي، احنا شغالين على المقياس. ده كده على بعضه يدينا ايه؟ ده على بعضه يدينا زوجي. في الظا اللي هي الفردية. زوجي في فردي يدي فردي. بس خلاص يلا اللي بعده. عند جمع أو طرح دالتين أحدهما زوجية والأخرى فردية، فلما تجمع واحدة زوجي مع واحدة فردي يبقى الإجابة على طول ليست وليست. يلا السؤال اللي بعده. امشي واحدة واحدة. ها، دي إيه؟ زوجية زائد فردية ليست وليست. اللي بعده. فردية زائد زوجية ليست وليست. السؤال اللي بعده. فردية زائد زوجية، ما جه فردية ومقياس أي مقياس زوجي. فردي زائد زوجي قلنا الإجابة ليست وليست. السؤال اللي بعده. ها، امشيها واحدة واحدة. زوجية زائد فردية يديك ليست وليست. ليست وليست زائد زوجية يدي ليست وليست. يبقى الإجابة برضه ليست وليست. السؤال اللي بعده. دي كده على بعضيها دالة إيه؟ قال لي زوجية ناقص زوجية يديك زوجية. طب السؤال اللي بعده. ها، دي هتعملها ازاي؟ قال لي والله السين ده أس فردي والتلاتة زوجية. فردية ناقص زوجية يديك ايه؟ قال لي ليست وليست. بس خلاص، ولا جذر ولا حوار. السؤال اللي بعديه امشيها واحدة واحدة. تعال، دي ايه؟ زوجية زائد زوجية يبقى اللي فوق ده يديك زوجية. فردية ناقص زوجية يبقى ليست وليست. زوجية على ليست وليست تديك ليست وليست. بس يبقى الإجابة ليست وليست. السؤال اللي بعديه. ها، الأس ده زوجي خلاص يبقى والله تفضل زوجية. الأس ده زوجي عمره ما يعمل أي حاجة في المسألة. أس زوجي يبقى مسألة زوجية على طول. السؤال اللي بعده. الدالة الفردية مرفوعة الأس عدد صحيح فردي. فردية مرفوعة الأس عدد صحيح فردي تبقى إيه؟ فردي. سبحان الله.
الدالة الفردية المرفوعة الأس عدد صحيح زوجي تتقلب زوجية. حلو بقى السؤال اللي جاي ده. هو بيقول لك إذا كانت الدالة دي دالة فردية يعني لازم يكون الأسس اللي في المسألة كلها أسس فردية، ما ينفعش يبقى في زوجي في السؤال. ده إيه؟ قال لي ده فردي، خلاص سيبه. ده إيه؟ فردي، سيبه. إيه ده جيم رقم واحد لوحده زوجي، ما ينفعش يفضل موجود. عشان الجيم دي تتشال لابد من أنها تبقى بصفر. بس هو ده معنى السؤال. السؤال اللي بعده بيقول لك أنا عايزها تفضل زوجية. عشان تفضل الدالة زوجية لازم يبقى الأس اللي في المسألة كل الدوال اللي في المسألة زوجية، ما ينفعش يبقى في فرد أبدا، ما ينفعش. دي إيه؟ قال دي زوجية، والتسعة إيه؟ زوجية. يبقى لازم نتخلص من دي. عشان دي نتخلص منها لازم الب تبقى بصفر. بس كده. طب السؤال اللي بعده إذا كانت الدالة دي دالة فردية. ماشي يا عم، فردية يبقى لازم أي زوجي يتشال. يبقى ده كده لازم يبقى بصفر عشان ده اللي قاعد لوحده، يبقى ده كده بصفر. طيب وبعدين خلاص بقى ده بصفر ملوش قيمة. هات بقى المسألة من بقيتها كده. دالة س بتساوي م س تكعيب. يلا. مش انت عارف ان اي زوج مرتب بيتكون من س وصاد؟ يا مستر عارف. يلا شيل بقى السين وحط 2. يبقى م في 2 تكعيب. كل ده بيساوي 8 اللي هي الصاد. طيب طبعا 2 تكعيب ب8، 8 في م ب8 م، كل ده بيساوي 8. هقسم على 8 للطرفين تطلع م بتساوي 1. كده انت معاك الميم ومعاك الب. هات بقى اللي هو عايزه. الميم ب1 زائد 2 في صفر. طبعا 2 في صفر بصفر، فتبقى الإجابة النهائية في الآخر 1. والله درس لذيذ وسهل ما فيهوش أي تعب والله. دالة س بتساوي ده، فإن في راء س، فهو عايز يعرف راء س. عادي، عايز تتخلص من الضرب وديه الناحية التانية بالقسمة. يبقى راء س بتساوي دالة س على القوس ده. تعالى بقى نحل المسألة. دالة س هو بيقول لك زوجية، يبقى دالة س اللي فوق دي كده زوجية. تعالى بقى نلعب مع اللي تحت. دي فردي وده برضو فردي. الزوجي فوق وتحت هيديني فردي، فزوجي على فردي يدي فردي. يبقى الإجابة النهائية فردي. بس خلاص. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه في السؤال ده؟ مثل بيانيا منحنى يمر بالنقط دي. ماشي يا عم، تعال نمثل النقط دي من صفر لسالب 2 اهو يا سيدي. من صفر لسالب 2 اهو، من صفر لسالب 2. ومن 2 ل 2 اهو يا عم، ولا تزعل. من 2 ل 2. ومن 3 ل 7. من 3 ل 7. نطول ده شوية اهو. 6 7. من 3 ل 7. تعالى بقى نرسم منحنى يمر بالكلام ده اهو. ده المنحنى اللي هيمر. ماشي. ويمثل دالة زوجية. لا، عشان يمثل دالة زوجية لازم المنحنى يمر كده عشان يبقى متماثل حول محور الصادات. بس هو ده قصده. عارف ان انا عملتها دي كانت ايه؟ دي كانت فردية، ما ينفعش. عشان قال هو يمثل دالة زوجية فلازم انت تبقى باصة فوق او باصة تحت. طبعا انت عندك الدرس اللي بعد ده على طول الرسومات بقى والليلة بقى هنشوفها دلوقتي شوية كده يعني في درس جديد. تعال نعمل دي. بيقول لك مثلها لي بس لازم تطلع لي فرديه. ماشي. صفر وصفر اهي. سالب 2 و1. من سالب 2 لحد الواحد. من سالب 3 لحد ال5. ومن سالب 3 لحد ال5. بص ايه اللي هيحصل اهو. اهو. بس دي كده فرديه. دي كده رسم الداله. دي كده داله فرديه. تمام. تعالى اللي بعديه. بيقول لك اذا كانت داله س داله زوجيه. فعايز يعرف داله الواحد. قلت له طيب يا عم والله سهله والله. داله الواحد هي داله سالب 1 عشان هي زوجيه. فانا هشيل كل س واحط 1 وربنا يكرمني ويكرمك ونشوف هنطلع بايه. تعالى يا سيدي. داله الواحد زائد 1 تربيع زائد داله سالب 1 كل ده بيساوي 3. طيب ما هي دي يا معلم هي دي هي دي. فلما تجمع تفاحة زائد تفاح يديك تفاحتين. برتقانة زائد يبقى حاجة زائد نفس الحاجة يديك حاجتين. يبقى ده الاتنين دالة 1. 1 تربيع ده ب1 كل ده بيساوي 3. اعتبرها معادلة وحلها بقى. ودي الواحد بعكس الإشارة. يبقى 2 دالة الواحد هتساوي 3 ناقص 1.
يبقى 2 دالة الواحد بتساوي 2. هقسم على الاتنين يبقى دالة الواحد بتساوي 1. يعني الاتنين فيها الواحد، يبقى الإجابة النهائية 1. بس أنا اشتغلت على القانون. ماشي يا سيدي، يلا يا سيدي على السؤال اللي بعديه. بيقول لك إذا كانت الدال دي دالة فردية. طب تعال، هو عايزك تعوض باتنين. ماشي، الدالة الفردية دالة الاتنين بتساوي سالب دالة سالب 2، ده القانون. يلا شيل لي كل سين وحط 2، يبقى 2 في دالة 2 زائد 2 تكعيب في دالة السالب 2، كل ده بيساوي 2. تمام، تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. تعالى بس نبسط دي الأول. 2 دالة 2 زائد طبعا 2 تكعيب ب8، يبقى 8 دالة سالب 2، كل ده بيساوي 2. انت بقى هتروح تعمل ايه؟ هتروح تشيل دالة الاتنين دي وتخليها بالسالب هنا. خلاص، دي راحت ودي راحت، خلاص دي راحت دي راحت، خلي دي بالسالب بس. سالب 2 زائد 8 بتساوي 2، سالب 2 زائد 8 6. طبعا دي طبعا لازم تحط تاني كده، انت هتشيل دي تحط مكانها السالب بتاعها اهو، فهتبقى كده سالب 2 دالة سالب 2 زائد 8 دالة سالب 2، كل ده بيساوي 2. مالكش دعوه بقى بدالة سالب 2 دي، مالكش دعوه بيها، دي كده ودي كده بتنزل مره واحده، مالكش دعوه بيها خالص، دي بتفضل تنزل طول المساله، مالكش دعوه بيها. سالب 2 زائد 8 هيديك 6، كل ده بيساوي 2. هنقسم هنا على 6 هنا على 6، يبقى دالة السالب 2 هتطلع بالتلت. هو عايز دالة سالب 2؟ لا، ده هو عايز دالة الاتنين. دالة الاتنين بتساوي سالب ده سالب ده، يبقى سالب تلت بس. يبقى الإجابة النهائية سالب تلت بس. ده معنى السؤال. طيب بيقول لك فكرة تعيين نوع الدالة من الرسم البياني. هيديك مجموعة من الرسومات دلوقتي وتقول لي بقى دي زوجية ولا فردية ولا غير ذلك. تعال نشوف، يلا بينا يا بطل. والله دي متماثلة حول نقطة الأصل أهو. نقطة الأصل هو اللي قاسم الرسمة نصين. طالما متماثلة حول نقطة الأصل، بس خلي بالك هنا في دايرة مفتوحة وهنا برضو مفتوحة، يعني أكن الفترة مفتوحة من ناحيتين، يبقى عادي هتفضل فردية عادي. عارف لو هو قفل واحدة من دول هنرجع بقى للشرح بتاعنا بقى، خليك مركز، فهتبقى ليست وليست على طول. خليك مركز بالله عليك. طيب السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل دالة ايه؟ بص، هي دي كده محور الصادات هو اللي قسمها، هي زوجية المفروض، بس عشان هنا في واحدة مفتوحة وهنا مفيش، يبقى الإجابة ساعتها هقول له غير ذلك، اللي هي ليست وليست بس. ليه؟ عشان هنا في مفتوح هنا مفيش. خلاص، طالما في واحدة مفتوحة وواحدة لأ وأنت مغمض، الإجابة ليست وليست على طول. طب هنا الاتنين مفتوحين، خلاص بقى روح شوف نوع الدالة. المنحنى ده مين اللي قسمه نصين؟ مين اللي قسم المنحنى ده نصين؟ محور الصادات. يبقى دي كده دالة زوجية، طالما محور الصادات هو اللي قسم لك الرسمة نصين، يبقى في الحالة دي كده دالة زوجية. طب دي يا مستر، ما دي متماثلة اهي. اقول لك بس في دايرة في النص مفتوحة اهي، في دايرة مفتوحة. الصفر ده كده ملوش صورة، الصفر ملوش صورة كده، ملوش صورة مقابلة ليه، يبقى دي كده غير ذلك بس. تعالى يلا على السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يمثل الدالة. تعالى، في اتنين مفتوحين ماشي، مين اللي قسم الرسمة دي نصين؟ بص طالما الرسمة جزء منها في ربع أول مع ربع تالت، ربع أول مع تالت أو تاني مع رابع تاني، الرسمة لو جزء منها أول مع تالت أو تاني مع رابع يبقى فردية على طول. أول مع تالت أو تاني مع رابع فردية، أول مع تالت تاني مع رابع فردية. طب لو هي أول مع تاني أو تالت مع رابع زوجية، وغير كده بقى يبقى غير ذلك. يعني بص دي كده أهي، دي كده مفتوحة في الناحيتين، خلاص شوف بقى حتة منها في الارباع أهو، بص جزء منها أهو، بص الجزء ده موجود في الربع التاني والجزء ده موجود في الربع الرابع، والحتة دي في الربع الأول والحتة دي في الربع التالت، يبقى دي كده على طول فردية. ماشي، تعالى اللي بعديها. بص كده مفيش أي حاجة مفتوحة في الرسم. بص كده، محور الصادات هو اللي قسمها أهو، يبقى زوجية بس. تعالى اللي بعده، نفس الكلام. آخر مسألة والله، آخر مسألة، حلينا 89 سؤال أهو والله. الشكل المقابل يمثل الدالة. ده جزء منها في الربع الكام؟ جزء منها اهو
مفيش مفتوح، بس جزء منها في الربع الاول وجزء منها في الربع الثالث، اول مع ثالث او تاني مع رابع يبقى فرديه. بس اتمنى اكون وضحت لك الجزء ده سواء كنت علمي او ادبي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.